المشكله تتلخص في اداريا، ايوه. واداريا معاها هل جون بند. ادوارد ما هوش على وفاق مع مجلس الاداره؟ لا 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 اداريا وماديا دي جزء، ماشي. وجزء اخر فني. جزء اخر فني ان احنا زي ما قال عيد في اولويات بالنسبه لنا. نادي الزمالك برغم الظروف الصعبه اللي مر بيها السنه دي الماديه والاداريه وسوء التخطيط، انما في معظم البطولات الا لو احنا كنادي او اداره فنيه مش عايزين ننافس على البطولات دي. ان انا العب يعني من اقرب البطولات اللي ممكن نادي الزمالك ياخدها تدخل عوائد ماديه وتدخل بطولات وتلعبك في بطولات اكتر، كاس الرابطه، كاس العاصمه. كاس العاصمه انا فوجئت ان انا بلعب بقطاع الناشئين كله. طب وانت بتفقد فرصتك ليه في بطوله ممكن بالرغم من واخد منها شويه الاجواء الوحشه اللي بيمر بيها نادي الزمالك، انما ممكن يطلع في نهايه الموسم واخد بطولتين ثلاثه، كونفدراليه كاس الرابطه، كاس مصر. الدوري فيه منافسه مع النادي الاهلي، مع طبعا مع بيراميدز ومع سيراميكا. كاس العاصمه المكافاه بتاعتها 10 مليون جنيه. يعني انا قصدي ايه؟ تحديد الاولويات. مدرب، اللعيبه، احنا جبنا لعيبه 10 لعيبه مثلا 2 3 اللي كويسين والباقي ما هو اللعيبه دي انت مش صرفت ودفعت فيها فلوس. اسالك سؤال بالعكس، مين الكويسين؟ في بزيرة كويس جدا، في محمد اسماعيل. هو بزيرة ده بيقول لك اصل في وشيكوبانزا لعيب كويس يعني، بس هو مش ملتزم شويه، بس انا شايف انه عنده امكانيات كويسه. يعني مش محترفه بصراحه. كانسان ولا ايه يعني هو اول انا شايف لا حتى مع اسماعيل قال كنت هقولها بس عنده امكانيات. ما تاخدش بالك بس في حته قال لك كايه كدانسر ولا ايه؟ لا انا شفته على اليوتيوب اكتر من الملاعب الماتش. لا يعني حتى لما تيجي تصرف وتجيب لعيبه محترفه ما تجيبوش يعني بالدي جي بتاعه مش سامعك. ايوه. فحتى يعني ترشيد النفقات في لعيبه مميزه، يعني ممكن بدل 7 8 صفقات دول كنا جبنا 4 كويسين. لازم مدير فني. طب احنا نقدر نجيب مدير فني اجنبي؟ نادي الزمالك وجهه نظري لا يصلح له الا مدير فني اجنبي. فين بقى كابتن اسماعيل بقى؟ ده احنا بنتكلم ما هو انت ماديا لازم مجلس الاداره يشترك في الموضوع بتاع جون ان هو يوفر جزء من السيوله. عايز اسال سؤال يا كابتن اسماعيل يا كابتن هاني، يعني هو انا طول عمري ما اعرفش اذا كنت بقول ده صح ولا لا او بس انا طول عمري بشوف الكوره في مصر انه طول ما في اهلي وطول ما في زمالك في عماد للمنافسه قوي. طبعا يعني طبعا. انا مش يعني ما اظنش الناس هتبقى مبسوطه لو هي شايفه انه الزمالك عمال بيروح لمراحل اصعب من تخيلاتنا. انا برضه يا كابتن مش في صالح النادي الاهلي ومش في صالح الكره المصريه ولا الزمالك يوصل لده. طب ايه بقى؟ يعني مين هيحل ايه؟ يعني بتتحل ازاي دي؟ لا المشكله يعني مع احترامي، هو مشكله نادي الزمالك اكبر بكتير جدا جدا، انه مش قادر يتعامل مع مدرب او لعيبه. المشكله الاساسيه مشكله اداره بشكل كامل وواضح وصريح. خلال السنوات اللي فاتت الاداره ما قدرتش تبص لقدام، كله كان بيبص تحت رجليه. ومش بتفاجئوا يا كابتن هاني؟ يعني بص انا من خلال السيناريو كان في مفاجاه. مجلس الاداره الحالي لا يا هاني كان هم كانوا محضرين. ما ده اللي بتكلم عليه، هو فايل وكل واحد مقسم ملفات قبل موضوع الانتخابات. ايوه طبيعي. انا بتكلم من خلال اللي انا شايفه ان مجلس اداره النادي الزمالك الحالي في تقصير اكيد في الادارات السابقه بشكل واضح، انه ما بيبصوش لنادي الزمالك خلال ال4 سنين احنا هنروح فين وهنكون موجودين فين. انا الاداره الحاليه اللي هو كابتن هاني، معلش انا اسف والله ان انا بقطعك. انا بتكلم العمل الاداري في مصر هو عمل تطوعي، شئنا وابينا، عجبنا مش عجبنا، بس هو عمل تطوعي. فانا وانا داخل على نادي الزمالك ببقى عارف قاري ورقي كويس، وعارف ان علينا مستحقات وعلينا وارقام وعلينا تفاصيل كتير، فانا قاري ماشي. ما هو مش المفروض ان انا وانا داخل المهمه ديت ببقى مذاكر كويس قوي الحلول اللي هتخرجني منها؟ مجلس الاداره طلع وقال احنا عارفين مشاكل نادي الزمالك وعارفين هم اعتمدوا بشكل كبير على اللي جاي من ارض نادي الزمالك. هي دي المشكله. لا قبل الارض يا كابتن، جه فلوس كتير للنادي يا كابتن اسماعيل. على فكره في مداخيل في فلوس كتيره قوي دخلت نادي الزمالك. حلو. انا كابتن احمد، عشان انت جوه نادي الزمالك، انا اسف ان انا بس انا عايز الحوار يبقى داير ما بيننا وبين بعض كلنا. كابتن احمد، هل انت سمعت في مجلس الاداره هو جاي ان هو بيقول خطه، انا حاطط خطه على ارض الزمالك؟
لا محدش اتكلم في النقطه دي خالص. احنا مؤخرا بدانا نسمعها يعني. وهو للاسف كابتن هاني، هو الاداره كمان زودت المشاكل اللي كانت موجوده اللي فاتت ديت. ان مثلا كان 20 30% عندك مشاكل، بقت 70 80% او زاد 50% من المشاكل اللي عندك اصلا اداريا وماديا، يعني في اللعيبه اللي جت واللعيبه اللي مشيت والمشاكل هو ده اللي انا بقوله بقى. اللي دخل فيها الزمالك. انا برضو مش ده هقدر. واضح، لكن أيوة. هو كان معتمد بشكل كبير جدا ان انا جاي لي مبلغ كبير جدا، والناس اعلاميين زملكاويه قالوا ان نادي الزمالك السنه اللي جايه واللي بعديها هيكون اغنى نادي في مصر و فهم اعتمدوا على شكل معين وتخطيط معين ما تنفذش دي جزء من أمنيات يا كابتن هاني. كابتن هاني احنا هو واخدين الكونفدراليه. اللي حصل على ارض الواقع ايه؟ هي الناس مش واخده بالها انه قبل الموسم ما يبدا الزمالك اشترى 10 لعيبه. بس هو ده اللي انا بقوله. يا جماعه هو الزمالك بتكلم في دي. هو انا اشترى بتكلم في عشان ما دفعش. جاب 10 ايوه هل دول بس ما دفعش يا كابتن. ماشي، بس ال 10 موجودين يا كابتن احمد، 10 موجودين يعني بس ما المفروض دفعش. لو انت مختار فنيا صح انت مبدئيا عندك 10 لعيبه المفروض تقال، انت لسه شاريهم من 3 شهور. دفعت ما دفعتش دي قصه ثانيه. دي قضيه ثانيه. بس انت على الاقل معاك فرقه في الملعب يعني. فلما الكابتن اسماعيل يصنفهم دلوقتي يقول لك 1 أو 2، يبقى في مشكله فنيه في الاختيار اصلا. يعني انت جبت 10. ده مش السيزون ده بس. ده مش الموسم ده بس. لا خليك في دلوقتي لان المشكله قائمه دلوقتي. القصه مش صح. فتره كبيره. لا الموسم اللي قبله انت واخد كونفدراليه واخد سوبر افريقيا. تمام. باللعيبه جبت كام لعيب بقى في فتره بعديها جبت 10 لعيبه. جاب 10 لعيبه اللي هو كان المفروض من تبقى ضمنهم عبد الله اضافه. السعيد لو انت فاكر. بالظبط. صح. كان عبد الله. كان منهم واحد تقدر تحلف عليه، عبد الله وشحاته وناصر صح كده. والباقي بس يبقى انت هنا برضو ما بتتكلمش في فكره ان انا فقير معاك. والامانه ده بنتائج بالعكس، ده انت بال10 دول كنت الاول في افريقيا في دفع كان موجود او قبلهم. يعني بال10 دول كنت انت الاول في الترانسفير ماركت في دفع الفلوس للعيبه على افريقيا. يعني ما دفعش يعني يا جماعه على فلوس. يعني انا بتكلم حتى اللي جون ادوارد طلع وعمل بيان. هو الراجل كان عامل ان في فلوس داخله وضامن انها داخله فبيشتغل عليها. تمام. اشتغل عليها صح ولا غلط ده هنتكلم فيه. اللعيبه جت مش مناسبه، كل ده تمام. ومجلس اداره كان معتمد بشكل كبير على المبالغ اللي جايه من استثمارات الارض ديت علشان يبني بيها اللعيبه ويظبط اموره. فانا في رايي هو عدم تخطيط، وهم الحقيقه ما تقدرش تبني على حاجه مش في ايديك. يعني هو ده المشكله، ما تقدرش تبني على حاجه وتبدا تتكلم في صفقات وتبدا تتكلم في حاجه وانت مش ضامن حاجه في ايديك 100%. صحيح. بس في حاجه بالنسبه لحمزه. اتفضل قبل ما نروح. طبعا حمزه صفقه رائعه جدا، لكن هتكلم من محور تاني خالص. يلا. هو احنا عرفنا حمزه عبد الكريم امتى؟ كاس العالم. طيب قبل كاس العالم ولو ما وصلناش كاس عالم. فانا بقول دوت ليه؟ لان حمزه عبد الكريم اتحط في فاترينا، اتشاف من نادي كبير زي برشلونه، ولو ما كناش رحنا كاس العالم 30 حمزه عبد الكريم ما اتشافش علشان يقول لك اصل احنا خرجنا من بطوله افريقيا فاللعيبه دي كلها تمشي. او حتى على مستوى النادي الاهلي محدش شاف حمزه عبد الكريم ليه؟ هو طب ما شاركش مع الفريق الاول ليه؟ محدش طلع قال يا جماعه عندنا لعيب موهوب لازم بنشتغل عليه ليه؟ فده هتكلم من منظور تاني خالص، ان احنا تاني كل اي حاجه كويسه بتحصل في الكوره بالصدفه البحته. بقول كده بيزعلوا. لا بيطلع عليك فيديوهات وبيطلع عليك بيزعلوا والله صدفه. اقسم بالله بيزعلوا. بس انت بتبقى يوم الاربعاء قافل عشان كده. الاربعاء بتطلع البيانات يوم الاربعاء. ابراهيم قبل ما تطلع فاصل بس كان نفسي اقعد مع الراجل مسؤول العقود في نادي الزمالك. اشمعنى؟ بيبقى ضارب ايه قبل ما بيعملها؟ ليه بقى؟ مفيش لعيب في نادي الزمالك بيمضي عقد لعيب اجنبي لما بياخد فلوسه كامله وعقود. لعيب بيروح نادي تاني، يعني هضرب لك لعيب مصري حتى زياد كمان رجع انبي ونادي الزمالك بيدفع له فلوس. معالي راح فرقته والنادي الزمالك بيدفع له فلوس. كل العقود اللي بيعملها نادي الزمالك بقى له 3 4 سنين لعيبه اجانب لعيبه مصريين، عقود فيها مشاكل كبيره جدا. ما هو انت حتى بحس ان هي ضد نادي الزمالك. هو اللاعب ما بياخدش رساله فلوس عشان كده بيشتكي بعد شهرين واي اجنبي بيشتكي بياخد انت فلوس. بتحط مميزات وبتحط بونص للعيبه للعيب مش دولي جاي لك نادي الزمالك تحط له بونص على ماتشاته. فايتاك. ما انا لما بعمل عقد انا بعمل عقد بقيمه نادي الزمالك، العقد ده اللعيب هيضمن حقه وانا كمان بطمنه بقول له حقك اهو يا سيدي في مجهود، فانا هعمل له ايه يعني؟ انت ما هكتب له عقد بتديش المستحق. واحنا بنتجوز بسعاده. وبعدين انا اسف والله احنا يعني انا
انا ما اقصدش، بس هي مش عند الراجل اللي بيمضي اللي بيكتب العقود، لا ده منفذ لا عند اللي اختار من لا الاول. عند اللي بيجيب الموارد. انا هو وجهه نظري من الاول. على فكره هي فاصل بقى ونرجع نكمل كلامنا. يلا بينا.